هلا شوي بقي نتذوق ايش ناقصنا. كل شي حاضر. ايوه بس ايش بنجيب سكينه سخنه بنسخنها وبنقدر نطالع. بس هون نحن عم نشتغل شغل على الاصول. غاصت. سبحان الله سبحان الله. معلم بقى حقيقة الطعم سحرني. مرحبا. اليوم ان شاء الله رح نعمل تشيز كيك اوريو. تشيز كيك بالاوريو. انتم متخيلين طعمي شلون بدها تطلع طيبه ومميزه؟ ان شاء الله رح نعملها سوا انا وياكم. معكم شيف رامي. خلونا نبلش سوا. الخطوة الأولى أول شيء نشتغل قاعدة. تشيز كيك هو مو تحته كيك وفوق تشيز، لا هو عبارة عن قاعدة بسكويت وزبدة. طب نقدر ننكهها؟ طبعا بنقدر ننكهها. أول شيء خلونا أحكي لكم عن الوصفة. عندي أنا 125 جرام بسكويت. بدكم يا دايجستيف إذا كان مثلا فيه زبدة أو نوع مميز أو ما في أي مشكلة. المهم أنا بشتغل بالدايجستيف. عندي هون 75 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة. هلا بقول لكم ليش بدرجة حرارة الغرفة. وعندي لوز مطحون 35 جرام. التشيز كيك لما بشتغلها بدي اياها وانا عم بقسمها بالسكينه هيك تدوب بتمي ذوبان. اذا كانت الزبده دايبه وخلطت المكونات رح تنجح معكم، بس بدها تعضم معكم على التقسيم. فنحن الزبده بدرجه حراره الغرفه تعطي مذاق اطيب. بالنسبه للوز اختياري، بنقدر نستبدله بنفس الكميه من البسكويت. اورايت. اول شيء بنجيب فود بروسيسور، نحط هالبسكويتات ونقول لهم تحولوا لبودرة. يا رب. نقدر نطحنهم بايدنا، ندقهم دق، حطوهم بكيس دقوهم بدكم اياه، بس هي الطريقة سريعة. طحناهم. انا بحب التشيز كيك يكون قاعدته مطحونه هيك استمتع. بدكم خشن وناعم ما في اي مشكله، نعطيكم كل الخيارات. ها مدللين انتم. طيب انا حطيتها هون البسكويت المطحون مع اللوز. اللوز يعطيه نكهه يعني مو فيه زيوت مع الزبده والهي، فبيعطيه نكهه كثير طيبه. بس اختياري، اذا ما حبيتوا تحطوه حطوا بداله نفس الوزن بسكويت. الزبده بدرجه حراره الغرفه هيك شايفينها درجه حراره الغرفه. وخلطه وخلط. صارت عندي عجينة جيدة ممتازة. طبعا حسب الزيوت حسب نسبة الزبدة الموجودة بالبسكويت. فهاي الكمية اللي أنا بعطيكم إياها 75 ممكن تكون 60 ممكن تكون 75. أنتوا حسب مين بيحدد هالكمية. بيحدد إنه أصلا لما بدي أشتري البسكويت إذا كان كتير ناشف بده زبدة 75 كويس، مثل هذا ناشف شوي. إذا كان مثلا فيه زبدة كتير مثل الشوفان مثلا ممكن تستخدموه، على فكرة طعمته كتير مميزة، فمنتقللوا الزبدة. anyway هلا اللي بدي أسويه، عندي رينج 20 سنتي تحته قاعدة. القاعدة لازم تكون ايش ماسكة. انا عندي مثلا اكريليك، هدول بستخدمهم للكيكات الاعراس. anyway نحن عندنا اي قاعدة تجيبوها بس ما تكون رخوش كتير. وعندي هذا الشريط بشتروه من اي محل حلويات. بندخله جوا مشان نحصل على المقاس النظامي بهالشكل. فكرة أنا لابس الكفوف ماني مرتاح بالشغل، بس المخرج الله وكيلكم ما بسمح لي. لفيته. لازم وقت ما ألف يكون زيادة، يعني أنا لما هون لازم يكون في زيادة. شايفين نستغني عن الشريط ورق الزبدة؟ لا هذا لأني بيعطي إيش؟ بيعطي انسيابية أكثر. فهمت علي؟ ورقة الزبدة بيجعلك معنا الريسبي، فما بنقدر بس نقدر نستغني عنه كليا. بس إيش؟ بنجيب سكينة سخنة بنسخنها وبنقدر نطالع. بس هون نحن عم نشتغل شغل على الأصول.
رشرشناها هيك. اول شي رش هيك، حطوها كلها وكبسوها بايديكم. هلا بنضغطها هيك بس اوزع عملية توزيع عادية بهالشكل. طيب شلون بدي اسويها هيك شغل كتير مرتب؟ ما بدي اصعب لكم الامور. معلقة، المعلقة وسيلة جيدة لانه ايش نعمل هلا الطريقة اللي أنا بستخدمها عادة بجيب هذا المكوي تبعت الكيكات، بس مالكم مضطرين، معلقة ممتاز بيطلع شغل 5 نجوم بس هيك بهدوء. هلا خلصناها في هالمرحلة. تحبوا بالفريزر أو بالبراد ما في أي مشكلة. مدة نص ساعة لبين ما إيش تجمد الزبدة بشكل كامل، وبعدين نرجع بنكمل. وأثناء طبعا نعمل خليط التشيز كيك مشان كله يكون جاهز. أوكي اوكي هلا راح اشرح لكم ريسيبي الخلطه تبع التشيز كيك من الالف الى الياء، بس هون سامحوني ما في كاسات، انا بحب اشتغل بالجرامات لاني بدنا نطلع نعم نشتغل حلويات مو طبخ. فلذلك عندي انا كريمه 350 جرام حيواني وبتنخفق 350 جرام، وعندي 225 جرام نوعين كريمه، وحده بدنا نخفقها وحده بدنا نحطها على النار. عندي 110 جرامات سكر، عندي 200 جرام جبنه كريميه اي نوع ما في اي مشكله. عندي هون 16 جرام جيلاتين، وعندي 100 جرام مي بارده، وعندي 60 جرام اوريو مطحون. تقدروا انتم تشتروا هذا بسكويت الاوريو بس بدون البيضه، تشيلوا الطرفين وتطحنوها، وفانيليا ظرف فانيليا. طيب انا بدي اجزء الريسبي كالاتي. شلنا الكريمه وشلنا ايش نشيل الاوريو، هدول نشيلهم بالاخير. اول شيء نبلش بالجيلاتين. الجيلاتين بده تحضير. المعادله بتقول لكم كل 6 جرام جيلاتين بده 6 جرامات مي. عاده انا ما بحط المي على الجيلاتين، انا بحط الجيلاتين على المي مع التحريك مشان يدوب بسرعه. حركته هيك بهالشكل. تمام. شلته على طرف، بجهز بده 10 دقايق بكون انا اشتغلت الامور الثانيه. ثاني شيء طبعا هي الجبنه اللي بستخدمها تركيه بس ما لا يعني اعطيناكم الماركه. حطينا الكريمه الحيواني، كنت تعرفوا الماركه اسمها راما، دسمه 31%، كويسه وطيبه وممتازه. السكر هلا نبدا ادوب السكر والمي والكريمه طبعا. ظرف فانيليا او اي نوع فانيليا بتكون 10 جرامات كويس. هالاصول شو تحصل. طيب وعندي هون عمود الجبنه والجيلاتين. اين انت الجيلاتين؟ هون الجيلاتين خيف بيفوق يشتغل بيشرب المي كله. هلا شوفوا شلون بده يشرب المي وندخله على الميكرويف. انت 20 سنه مشان ندخله على الريسبي. اول شيء 20 سنه انا قلت 20 سنه عيفه ها. ما عيفه 20 سنه ايش عليه؟ بيجوا اولادنا بدوبوا هلا هي. طيب هلا انا عامل ليش عم بسخن الكريمه؟ مشان تدوب السكر. هذا ذاتس ات. ومشان ايش؟ الجيلاتين بده شيء سخن ينزل جواته. عم بمشي معكم خطوه بخطوه، فانتوا حاولوا تكتبوا او تمشوا معي بتنظيم. حطيته على نار ومنعلي النار، شيء يدوب السكر مع تحريك بسيط يعني ما دقايق. مو لبنيه هو. هلا لي تكنيك خاص، انا بحب هيك لما اخلط. هلا بدها تغلي، لبين ما تغلي نحن بنجيب الجبنه بنحطها هيك بم، بس تقدروا بشكل يدوي تعملوها هالعمليه، بس هيك شغل معلمين. شلنا كله عدتنا. منلاحظها بلش المي تشربه، وما شربته بنستنى عليه، وعادة بياخد له ربع ساعة. بلشت تغلي، غلت، شلتها على طرف،
الجيلاتين صار جاهز. هذا مؤشر انه ايش؟ جيلاتيني صار نظامي ما بنزل ابدا. رح احطه 20 ثانيه 15 20 ثانيه بالميكروويف وارجع لكم. هلا بعد ما حطيته 20 ثانيه بدي ارجع سائل 100%. 20 ثانيه ما حطيته هيك مي سائل 100%. حطيته هون وحطيت كل شيء سوا، يعني بنحطهم سوا وبالهاند بلندر بعد ما خلص عندي بجيب، طبعا بدي يندمج 100%. الجبنه بدها تختفي، كل شيء بده يختفي. بحطه بهيك جاط وبعيفه يبرد. هذا ممنوع استخدامه آني. ليش؟ لاني هلا هو برد شوي لاني الجبنه بارده، كان شوي مو بارده كثير، بارده نوعا ما. انا هذا بدي درجه حراره جسمكم اقل منه، يعني بالميزان رح تكون بين ال 25 وال 30. فاللي ما عنده ميزان حراره ما ياكل هم، بس يحط هيك يلبس كفه، يحط يشوف اذا بردت درجه حراره جسمه. انا عاده بحطها ممكن بالبراد شغله 10 دقائق ربع ساعه تكون جاهزه. اذا بالبراد هذا فيها جيلاتين بدنا نحركه كل دقيقه دقيقتين. anyway رح ابرده ونرجع نكمل. اوكي خلصنا المرحله اللي قلنا عليها براد خليطي ما سمك، ضل سائل مثل ما هو. هلا انا عندي 350 هاي الكريمه. طبعا انا اثناء هالعمليه حطيتها بالبراد، لازم تكون بارده مشان تخفق منيح. رح احطها كل الكريمات بلا سكر. ها انتم تذكروا انه انا حطيت 120 جرام سكر. هاي شلتها على طرف. رح اخفقها. شو قد درجه الخفقان؟ 80 90%. اوكي تقريبا خفقت. هلا برجيكم القوام بدي اشتغل فيه. هلا هيك هي على طلوع هيك انا ريه هيك وقف قدامنا واحد خليه يمر. طيب هيدا القوام اللي بدي اياه، ما هو 100%، يعني قوام، بس اهم شيء انه ما ينزل. عرفتوا؟ ما يكون رخو ابدا. ليش؟ اني بدي اشده شوي. اللي بدي اسويه باخذ شوي من الخليط، باخذ تقريبا النص. هلا حطيت كمية حركتها بهذا الشكل. نرجع بنكمل، ما نحطها كلها، نحطها 3 دفعات. نحرك هيك هيك بهزه. ممتاز. المرحلة الأخيرة بدنا نشتغل بالويسك والسباتول. هلا بتشوفوا. ذهب والله، والله ذهب. طيب بنحرك أول شيء بشكل دائري. أنا بلف وبحرك. خلصنا. بنجيب السباتول من تحت لفوق، من تحت لفوق. مشان إيش؟ مشان إذا شيء سائل يكون نظامي. أنا ليش عملته شبه سائل؟ أنا بقدر أنزل درجة حرارته وأخفق الكريمة زيادة وأساويه مثل الكريمة الشانتيه. هذا تشيز كيك لازم إيش فيه؟ فقاعات هواء لازم تقول باي باي. ففي هالطريقة طلعت ما عندي ولا فقاعة هواء مشان يطلع شيء شغل أبو عبده. خلصنا. نزلنا الأوريو. طبعا الأوريو تحبوا تقللوه تكتروه، بس هاي الكمية مناسبة جدا، يعني ما بدنا اياه يطلع لونه أسود. أوه ذهب. شوفوا شكله شيء بشهي. طيب راح أجيب الرينج اللي هو بالبراد، ممكن تحطوه بالفريزر ما في مشكلة، وأرجع لكم. تمام. هلا جبت التشيز كيك بارد. هلا ليش بارد؟ مش وجمدان الأرضية جمدانة. اللي بدي أساويه سكبة وحدة بدون أي خوف.
هالكمية لهالرينج ممتازة. شلنا هيك. عادة أنا أعمل له هزة هيك بسيطة هيك مشان يرقد وشه. طيب الخطوة الثانية اللي هي أنا بعتبرها مثل الزينة ومثل إنه إيش اختصارا للوقت. هلا هو دائما نحن نعمل زينة بالوش، بس هذا الأوريو حبيت هيك أعمل لكم شغلة كتير حلوة. رح أحط قطعة الأوريو بهالشكل غاصت. سبحان الله سبحان الله معلم بقى، هي غاصت للوش بس. يعني أنا هيك حطيتها غاصت ما دخلت لجوا، ضغطة بسيطة شيء إنه تلامس بالوش. رح أفتح علبة تانية. رح ندخله على الفريزر تمام بعد 4 ساعات تقدروا تقصوه. فهمتوا علي؟ ضيفوا ليلة كاملة ما في مشكلة. هلا هدول البيض بنشيلهم 4 ساعات على كفالتي، بتطلعوه شغل مرتب وشغل ما بصير معكم اي مشاكل. رح احطه بالفريزر ولقائنا بعد 4 ساعات. اوكي هلا طلعته بعد 4 ساعات. بعد 4 ساعات له جامد 100% وله رخو 100%. ليش بعد 4 ساعات؟ لاني انا بدي يكون الحرف نظيف. يعني شلون؟ لما اسحب الحرف يعطيني هيك مثل الفوتوشوب نظامي. رح نحطه هيك قاعدة ونقسمه ونظبطه ونحشمه ونصوره، وبعدين نورجيكم شكله النهائي. ما شاء الله طلعوا. هلا هيك قسمته بس عشان تشوفوا. سلام. very nice. هاي شي بياخد العال. الله مندوق ها؟ سووا انتو ذوقوا. طيب انا رح نصوره هيك تصوره حلوه، بعدين ننتقل للمرحله الاخيره الممتعه هي فقره تذوق. alright. يا عين على التشيز كيك. خلينا ننقله الى ساحه التذوق. والله شكله بشهي ها. هلا شوي بقي نتذوق. ايش ناقصنا؟ كل شي حاضر. ايوه. ايش شو ها؟ لا تفرجوا ايش شو هي. بيستاهل نقال عليه 5 نجوم. بنشوفكم بحلقة تانية. تكونوا بألف خير. حقيقة الطعم سحرني. ويعطيكم ألف عافية. تكونوا بخير إن شاء الله. شو ها؟ شو ها؟